أنا محمد مصطفى، متخصص في مباني القباب بجميع أشكالها وأنواعها. بس القبوة دي قبوة جامع الأنصاري، موجودة في منطقة الكتكات على البحر. القبوة دي هتكلم عليها باستفاضة شوية علشان تعتبر من ضرة أعمالي. القبوة دي مباني مسلحة. يعني إيه مباني مسلحة؟ عكس خرسانة مسلحة. إن إحنا انتهزنا فرصة الخروم اللي في الطوبة وبنيناها مونة وحطينا أشاير حديد، أقل إشارة 30 سنتي. فلو يعتبر كل متر في القبوة واخد حوالي 30 قطعة حديد. لذلك أنا بقول القبوة دي أكبر قبوة في محافظة الجيزة كمباني، مش أي حاجة تانية. كمباني هي أكبر قبوة في محافظة الجيزة، وأقوى قبوة علشان تدخل فيها حديد مسلح. القبوة دي واخدة 21,000 طوبة، واخدة حوالي 13 طن أسمنت أو أكتر كمان من الأسمنت كده، واخدة حديد حوالي 2.5 طن. الحديد اللي احنا بنقول عليه دي اللي هي الأشاير دي 2.5 طن. القبوة دي قطرها 12 متر، يعني ارتفاعها 6 متر. في غيرها كتير، يعني عملت أشكال كتير هتبان معاكم في الفيديو. بس أنا بس ليا حاجة عايز أبينها في الفيديو بالنسبة للاسم نفسه. هي اسمها قبوة وليست قبوة، اسمها قبوة. القبوة اللي هي الطولية، إنما القبوة اللي هي المدورة دي. القبوة دي قبوة مركزية. مركزية يعني إيه؟ مالية صحن المسجد نفسه، يعني كل الناس اللي بتصلي هنا بتصلي تحت القبوة دي. فإذا هي اسمها قبوة مركزية، ودي مش كتير نلاقيها في المساجد، إن كل الناس بتصلي تحت القبوة. وده دليل على إنها قبوة كبيرة، قطرها كبير. فيعني الحمد لله يعني تمت بقى لها فترة كبيرة، حوالي بتاع 20 سنة، والحمد لله. القبوة دي محرناها من بره، ما رضيناش نمحرها من جوه علشان ما تختلطش الأمور مع الناس ويقولوا إنها ممكن تكون مسلحة أو ممكن تكون حاجة تانية. لا، القبوة دي مسألة مباني باينة جوه قدام الناس، ومتصنفرة ومدهونة بالورنيش ومتكحلة بالقلم الأسمر كشيء من الجمال. يعني بدعنا، عملنا فيها مجهود كبير جدا أنا والقائمين معايا. اللي كان قائم معايا اللي هو العمال بس اللي بيناولوني، إنما أنا اشتغلت بمفردي فيها الحمد لله رب العالمين، بدون معاونة من أي بنا تاني أو أي حد تاني.